السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد. مهاجم الأهلي الجديد صفقة سوبر من وجهة نظري. ما تقوليش بقى مهاجم إفريقي ولا مهاجم محلي، لا ده مهاجم فرنسي جاي من الدوري الألماني وبيلعب أساسي في بروسيا دورتموند. فيلا بينا نقيمه ونعرف إدارة الأهلي جايبه لنا إيه. لكن ما تنساش قبل ما تبدأ الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. يلا بينا. مهاجم الأهلي الجديد دي اهم حاجه شاغله الاهلاويه كلهم الفتره الاخيره، بعد طلب جماهيري دام لسنوات من جماهير الاهلي للاداره بان الاهلي محتاج مهاجم يخلص الفرص الكتير اللي الاهلي بيصنعها. من الاخر كده عاوزين مهاجم من اللي بياخد هداف الدوري. من بعد مليك إيفونا ومفيش مهاجم تارجت تقدر تعتمد عليه. كل المهاجمين اللي جبناهم مهاجمين محليين ما تقدرش تعتمد عليهم في ماتش صعب ولا تقدر تروح تنافس بيه في كاس العالم للانديه، وهو ده الهدف والمطلب اللي الجماهير كانت عاوزاه. واخيرا بعد عناء اداره الاهلي خلصت مع مهاجم فرنسي اسمه أنتوني موديست، مهاجم بروسيا دورتموند. هنتكلم عليه وعن مميزاته وعيوبه لكن كمان شويه. اللي عاوز اقوله ان اكتر حاجه عجباني في الصفقه دي ان هي من اختيار مارسيل كولر. مارسيل كولر هو اللي طلب اللاعب ده بالاسم، ودي حاجه انا بشوفها مميزه جدا. ليه؟ لانه اكيد عامل له حساب في خطه اللعب بتاعته، واكيد هو عارف امكانياته كويس لانه لعب قدامه في الدوري الالماني. وعلشان نتكلم عن اللاعب انا عاوز اناقش معاكم العيوب قبل المميزات. من العيوب اللي كله عمال يتداولها ان اللاعب عنده 35 سنه، والرد على الموضوع ده ان الاهلي محتاج مهاجم قوي بيلعب في ليفل عالي لكن بسعر كويس، فما قداموش غير انه يجيب لاعب سنه كبير، لان المواهب دلوقتي بملايين الدولارات وانتوا عارفين الكلام ده. ومش دايما ان اللاعب يكون سنه كبير بيكون عيب، بالعكس كل اللاعب ما بيكبر بينضج اكتر وبيزداد خبره. وبعدين ما تنساش ان هو بيلعب في ليفل عالي جدا في الدوري الالماني، وخد تجربه في الدوري الفرنسي، وكمان خد تجربه في الدوري الانجليزي. فلما يجي يلعب في الدوري المصري اكيد هيبقى اسهل عليه بكتير من التجارب اللي هو خاضها قبل كده. من مميزات أنتوني موديست ان هو بيسجل بالراس كويس جدا، واي كره عرضيه يقدر يحولها لك لهدف، ودي حاجه الاهلي افتقدها في اخر كام موسم. بنعمل عرضيات كتير جدا من ناحيه معلول ومن ناحيه محمد هاني، ده غير ان الاهلي استقطب جناح مهاري جدا زي رضا سليم يقدر بسرعته وبمهارته يعدي ويعمل عرضيات، لكن ما كانش عندك المهاجم التارجت اللي يخلصها ويخليها اهداف. جربت محمد شريف، للاسف مستواه لا يليق بالاهلي تماما، وجربت ده في كاس العالم للانديه السنه اللي فاتت لما لعب في ليفل اعلى كان بيروح بالكره انفراد وبيحطها بره. ليه؟ لان ليفل اعلى وما عندوش خبره دوليه وهو اصلا مش مهاجم. وجربت كهربا وجربت بيرسي تاو وجربت حسام حسن وشادي حسين، لكن للاسف كل التجارب دي فشلت. فاهم ميزه لأنتوني موديست ان هو طوله 188 سم، فيقدر يحول لك كرات عرضيه كتير جدا لاهداف. وغير كده هو مش وحش بالكوره، يعني مش مهاجم طويل بيلعب بالراس بس، لا هو مهاجم بالكره على الارض كويس جدا ويقدر يعدي واحد لواحد. وبرده من اهم مزاياه ان هو قوي جدا جسمانيا، وهي دي الميزه اللي كنا بنلجأ لها ونروح نجيب مهاجم افريقي. من اهم الحاجات اللي بحثت عنها علشان اقدر اقيم اللاعب هي الفرق اللي هو لعب لها. لعب لكام فرقه؟ طب كل موسم بيطلع اعاره؟ طب العقليه والمنتاليتي بتاعته عامله ايه؟ دي من اهم الاسئله اللي لازم نجاوب عنها، وهي اللي هتحدد هل دي صفقه ممكن تبقى ناجحه ولا للاسف هتبقى فاشله. ولو سالتني انت ليه دورت على حاجه زي دي، هقول لك لان كان من اكبر عيوب برونو سافيو ان هو بيلعب في انديه كتير قوي، كل سنه بيروح نادي واتنين، فاذا اللاعب دماغه مش مستقره ومش عارف هو عاوز ايه. فعلشان كده فترته كانت سيئه مع الاهلي وما قدرش ان هو ينسجم ولا قدر ان هو يندمج في سيستم الاهلي. لكن لاعب زي ده بيلعب في ليفل عالي، بيلعب في بروسيا دورتموند بعقليه ومنتاليتي زي دي، اتوقع ان شاء الله ان يكون له مستقبل في النادي الاهلي، وان السنه اللي هو ماضيها دي يحقق فيها التارجت اللي احنا محتاجينه منه ويجدد سنه كمان. بس هو ده كان رايي في مهاجم الاهلي الجديد أنتوني موديست، واسيبكم دلوقتي تستمتعوا ببعض اهدافه. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. اشوفك في فيديو جديد. سلام يا اهلاوي.